المرأة وإن كانت محجبة في فكر الرجل أنها أنثى. لذلك علينا أن نقول شيئا واحدا، إن الله سبحانه وتعالى جعل الإصلاح في يدها والصلاح في يدها. إن صلحت صلح البيت، وإن كان القيم فرعون، وإن فسدت فسد البيت، وإن كان القيم نبي. طيب ماذا عما يقولون بأن المرأة ناقصة عقل ودين أستاذ علي؟ شو رأيك؟ كيف تكون ناقصة عقل ودين وأم المؤمنين السيدة خديجة هي كمال الدين مع النبي عليه الصلاة والسلام وأول من آمن به وكانت رفدا للدين، فدعونا من قول أنها ناقصة ويبررونها. كم من رجل غني وتاجر أذهبت ماله امرأة، صحيح. وكم من إنسان فقير عززته امرأة وجعلته إنسانا قويا غنيا. فعلينا أن نحترم هذا المخلوق الذي اسمه الأنثى، وهي رجلا كما أنا رجل فهي رجل تسعى. وكم من فلاح بجانبه أنثى رجلت معه حتى أقاموا هذه المزرعة وفلحوها وأطعموا غيرهم.